السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم النهاردة عن فنان قدير راحل اسمه يوسف شعبان. يوسف شعبان كان عضو في فرقة التمثيل في كلية الحقوق جامعة عين شمس، وكان بيرغب في بداية عمله انه يشتغل طيار حربي. يوسف شعبان هو ممثل مصري مواليد شبرا. يوسف شعبان درس في كلية الحقوق جامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد انضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع اللي نصحه بالانضمام لفريق تمثيل في الكلية. سحب بعدها أوراقه من الكلية وهو في سنة ثالثة علشان يدخل معهد الفنون المسرحية اللي اتخرج منه عام 1962. من أبرز مشاركاته السينمائية فيلم ميرامار وأم العروسة وللرجال فقط ومعبودة الجماهير ومراتي مدير عام، وقدم للتلفزيون العديد من المسلسلات المتميزة منها رأفت الهجان والشهد والدموع والوتد والضوء الشارد والمال والبنون. بدأ مسيرته المسرحية بالمسرحية التلفزيونية الطريق المسدود، وهي من إخراج الفنان نور الدمرداش، ثم قدم عدة مسرحيات أهمها شيء في صدري وأرض النفاق. أعمال الفنان الراحل يوسف شعبان تجاوزت 320 عمل فني، نذكر منهم في عام 1961 فيلم في بيتنا رجل، وفي 1962 فيلم أنا الهارب، وفي 1963 فيلم أم العروسة وفيلم بياعة الجرايد، وفي 1964 فيلم باتنة الجماهير. أما في عام 1965 فكان بيشارك في فيلم أيام ضائعة، وفي 1966 فيلم مراتي مدير عام، وفي 67 فيلم معبودة الجماهير. أما في عام 1968 فشارك في فيلم الرجل الذي فقد الظل. في 1973 فيلم حمام الملاطيلي، وله من الأعمال أيضا الفنان الراحل يوسف شعبان تولى رئاسة نقابة المهن التمثيلية في الفترة من عام 1997 حتى عام 2003. بعض المدونات بتقول إن تاريخ ميلاده 16 يوليو عام 1931، وبعض المواقع بتقول إن 16 يوليو عام 1936. توفي فنان الراحل يوسف شعبان في 28 فبراير عام 2021 متأثرا بفيروس الكورونا. اسمه يوسف شعبان شحاتة شميس، واسم الشهرة يوسف شعبان. يوسف شعبان وممثلين زمان ونجومنا الخالدين. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.